اكتئاب ما بعد الأجازة. الواحد لما بيرجع من الأجازة المفروض بيكون مريح وشحن طاقة ومبسوط، لكن ناس كتيرة بتلاقي إن بعد الأجازة الواحد بيمر مرحلة من الضيق والتوتر والقلق والزعل والاكتئاب. طب الواحد ليه بيحس بالخنقة والحزن ده رغم إن أنا لسه راجع من الأجازة؟ الحالة دي اسمها بوست فاكيشن ديبريشن أو اكتئاب ما بعد الأجازة. دي مش شرط تكون بعد أجازة طويلة ولا حاجة، ده ممكن تكون حتى بعد الويك إند. المهم بس إن الواحد يعرف يتعامل معاها إزاي. اول حاجة ان الواحد يعرف ان الاكتئاب ده طبيعي جدا وبيحصل لناس كتيرة وممكن يقعد من يوم ليومين او حتى لغاية اسبوع. من النصايح اللي بتساعد الواحد ان هو يتغلب عليه ان هو يدي لنفسه يوم او يومين يسافر فيه او يرجع فيه للمكان اللي بيقعد فيه معظم حياته قبل ما يرجع الشغل او قبل ما يرجع المدرسة. وكمان ان الواحد يبدأ يظبط المكان اللي انا رجعت له ويبدأ يظبط ساعات نومه، ده هيساعد بشكل كبير ان هو برضه ما يقعدش فيها مدة طويلة. كمان الواحد يحط نشاط يكون بيحبه وكان موقفه وقت الاجازة فيكون اكسايتد ومتحمس جدا ان هو يرجع له. الخطوات البسيطة دي هتساعد شوية في سرعة الريكفري في اكتئاب ما بعد الاجازة.